بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل إمبورت من الإكسل لبرنامج مايكروسوفت بروجكت من أسهل الحاجات. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا عندي هنا وليكن مثلا شوية بنود إكسكافيشن باك فيل بي سي كونكريت وهكذا. تمام، هسيف عادي خالص، نقفله، نروح على برنامج مايكروسوفت بروجكت، هاجي هنا على فايل نيو، هتلاقي عندك هنا نيو فروم اكسل ورك بوك، ضغط عليها. جميل. لما تيجي مش هتلاقي حاجه، ليه؟ لان احنا عايزين اللهم صل على سيدنا محمد اكسل ورك بوك. اوكي، اضغط عليها هتظهر لنا هنا كده اوبن. اللهم صل على سيدنا محمد. بيقول لك هنا كليك نيكست تو كونتينيو. نيكست بيقول لك هنا عايزها نيو ماب. ايوه عايزها نيو ماب. اسا نيو بروجكت برضك عايزها نيكست. هنختار هنا تاسكس. جميل. وامبورت انكلودز هيدرز، انا عامل الهيدرز بتاعي اللي هو النيم وستارت ديت وديوريشن. نيكست. ماشي، هنيجي هنا بيقول لك سورس ورك شيت نيم، هنختار بتاعنا اللي هو شيت واحد. جميل. بيقول لك هنا هو اتعرف على النيم وتعرف هنا يعني والدي بتوعنا دي اللي هو النيم والستارت ديت والديوريشن، ولكن ما تعرفش على الستارت ديت. ايه هو الستارت ديت؟ يعني الستارت ديت هو الستارت بتاعي. هضغط هنا كده على العلامه ديت السهم ده واكتب اس تي، عفوا اس تي اي، ظهرت معنا هنا ستارت كده، اخترناه. طيب جميل. وهكذا لو بصينا تحت هنلاقي اللي هنا النيم بتاعنا، الديوريشن ستارت ديت الستارت بتاعنا، الديوريشن وهكذا من الاكسل لمايكروسوفت بروجكت. طيب جميل كده، يبقى احنا كده خلصنا. هنعمل نيكست فينيش. هتلاقيني انا عملت هنا اللهم صل على سيدنا محمد الستارت ديت بتاعنا، ولكن اللهم صل على سيدنا محمد هو اداني الفينش. يعني انا كل اللي انا عملته دخلت هنا التاسك نيم بتاعي وديوريشن والستارت. طيب جميل. تعالى هنا نرجع تاني على برنامج الاكسل. طبعا يا فين هنا الموضوع سهل وبسيط جدا. لو لاحظت هنا ان انا هنا الديوريشن بتاعي عملت 5 دي 8 ويك، يعني 5 حرف الدي يبقى دايز اللي هو ايام. طب جميل. وحرف الدبليو معناها ويكس وهكذا. اتش ار معناها اورز الساعات. الام ديت معناها مينت دقيقه، مينتس اللي هي دقايق. وام او ان دي اللي معناها اللي هي مانث وهكذا. لو رحنا هنا على برنامج اللهم صل على سيدنا محمد، لو رحنا على برنامج مايكروسوفت بروجكت وجينا هنا كده هنلاقي هنا ان هو ايه ظبطها الدايز والويكس والاور والمينتس والمانثs وهكذا. يبقى الحروف اللي احنا في البدايه عملناها مع بعض بترمز للحاجات دي، فخد دي معلومه عندك. تمام وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشكرا.